السلام عليكم، شلونكم؟ بكمل معاكم، باقي لنا بعد 5 أطباق من دورة الحلويات الشعبية. فبكمل معاكم الدورة إن شاء الله ليوم الخميس، واليوم إن شاء الله بنسوي طريقة العقيلي. فنبتدي إن شاء الله بالمقادير. أول شي هني بستخدم 3 بيضات، وعندي 2.25 من الطحين. أنا استخدمت هني طحين فاخر الكويتي. بستخدم هني حليب سائل من نص كوب إلى كوب، بعدين بخبركم إيش كثر حطيت بالضبط. وبالنسبة حق الشكر أو السكر بضيف كوب واحد، نص كوب زيت، ونص كوب من ماء الورد منقوع فيه خيوط الزعفران، نص ملعقة طعام من الهيل، نص ملعقة طعام من البيكنج باودر، ورشة ملح. وعلشان أدهن صينية الفرن أو صينية الكيك بستخدم الطحينية أو الهردة، وبستخدم السمسم. هاي كل مقاديرنا. نبتدي. أول خطوة حطيت البيض، بضيف عليه الشكر، أستمر بالخفق تقريبا من 2 إلى 4 دقائق. تشوفون تغير لونه إلى اللون الأبيض، نضيف عليه الزيت والهيل والماء الورد والزعفران. وهذه ماء الورد والزعفران، ونخلط طحين. على الطحين بضيف البيكنج باودر ورشة الملح ونخلط. ابتدي الحين اضيف الطحين بس بالدفعات. لاحظوا صاير يامد، فبضيف عليه الحين الحليب. بضيف عليه الحليب نص كوب تقريبا. احتاج الى نص كوب اضافي، هذه نص كوب اضافي. هذه قوام الخليط اللي احتاجه، يعني حطيت كوب من الحليب. حطيت الطحينية او الهردة داخل صينية الكيك، حطيته هني تحت ومسحته دار مداره. والحين بحط السمسم. الحين بنثر السمسم في كل اتجاه، بحطه هني وعلى الاطراف. بهالشكل غطيت السمسم داخل صينية الكيك. والحين بصب خليط العقيلي، والحين بدخله الفرن على 180 درجة. وهذا طبقنا جاهز من دورة الحلويات الشعبية. خذنا اليوم طريقة قرص العقيلي، وهاي شكله عقب ما طلعته من الفرن.